يترقب مسؤول النادي الأهلي رد مسؤول اتحاد الكرة على الشكوى التي تقدم بها النادي ضد محمد معروف حكم مباراة الأهلي الأخيرة ضد فاركو، كما ينتظر مسؤول الأهلي صدور عقوبات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري لمعرفة مصير محمد هاني لاعب الفريق. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات اليوم الاثنين عقب الانتهاء من دراسة تقارير الحكام وتحليل الأحداث التي وقعت داخل المستطيل الأخضر. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من المسابقة. الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استخدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز. أرسل مسؤول النادي الأهلي في الساعات الأخيرة لاتحاد الكرة تكلفة استخدام حكام أجانب لإدارة مباراته المرتقبة مع بيراميدز المقررة لها 9 مساء السبت 30 أغسطس الجاري بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري. وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من اتحادات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من أجل الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة. شوبير يحسم الجدل بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية عودة المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الاثنين عبر برنامجه مع شوبير أن كل ما يتردد عن عودة محمد عبد المنعم إلى النادي الأهلي غير صحيح، مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب أو ناديه الفرنسي. وأضاف محمد عبد المنعم حاليا مصاب بقطع في الرباط الصليبي ولم أسمع عن نية الأهلي لاستعادته ولا توجد أي تحركات رسمية في هذا الاتجاه. بيراميدز قدمنا شكوى ضد أمين عمر ولا نقبل إرهاب يوريتيتش. كشف نادي بيراميدز عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني. وأكد بيراميدز في شكواه أن الحكم تربص بالمدرب الكرواتي يوريتيتش وأشار له بطاقة حمراء مباشرة دون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ. اهتمام من الدوري العراقي بضم كهربا. دخل محمود عبد المنعم كهربا دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا. وكان محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الزوراء العراقي على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وأن هناك اهتمامات من أكثر من نادي بالدوري العراقي لضم كهربا هذا الصيف. ودخل عددا من الوكلاء في مفاوضات مع كهربا تمهيدا لانضمامه إلى أحد فرق الدوري العراقي. بعد أول جولتين الأهلي والمصري يتقاسمان لقب أقوى خط هجوم في الدوري. تقاسم فريق الأهلي والمصري صدارة قائمة أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري بعد مرور أول جولتين من عمر البطولة المحلية، وذلك برصيد 6 أهداف لكل فريق.